هو فعلا يا ابو سمره الحفر في استاد النادي الاهلي الجديد وقف على كده بسبب طبقه خرسانيه ووصل لحد 10 متر، والمشروع وقف على كده ومش عارفين يتصرفوا. طب بالنسبه لمحمود عبد المنعم كهربا، هيلعب للنادي الاهلي ولا هيروح فين ولا ايه دنيته؟ عزيزي الاهلاوي الجميل، قبل ما اقول لك على اي حاجه ما تنساش تصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنساش كمان تعمل لايك ومتابعه واكسبلور عشان نوصل للناس كلها. بالنسبه لموضوع محمود عبد المنعم كهربا، هل هيرجع النادي الاهلي ولا ايه دنيته؟ رسميا محمود عبد المنعم كهربا الى نادي القادسيه الكويتي لمده عام، وهينضم الى المعسكر بتاعهم في تركيا. بالنسبه بقى لمشروع النادي الاهلي، هل مشروع النادي الاهلي وقف على كده ولا ايه الدنيا؟ وهيكملوا المشروع ولا ايه؟ ما تفهمنا يا ابو سمره. احب اقول لك ان المشروع مكمل عادي والدنيا زي الفل. طلع علينا المهندس سعد الجويشي رئيس اللجنه الهندسيه لاستاد النادي الاهلي وقال لك ان احنا عندنا شركات عالميه، فمش هيفرق معانا طبقه خرسانيه ولا حتى طبقه معدنيه، وانجزنا في الحفر لحد 181 متر مكعب ووصلنا لحد 13 متر تحت الارض، والمشروع مستمر والدنيا زي الفل. وبالنسبه للحفر فهينتهي في يناير 2026، بالنسبه للبناء فهيبدا في شهر فبراير 2026 والدنيا زي الفل. واحب اطمن الاهلاويه ان المشروع ماشي والدنيا زي الفل، والمشروع هينتهي في ميعاده المحدد بالساعه وبالدقيقه وبالثانيه كمان. بس كده، يلا سلام.